تخيل معايا لو العبقري مروان حامد قرر يعمل اعلان، ايه اللي ممكن يطلع؟ الإعلان ده ما كانش مجرد نجوم كتير كده بأغنية حلوة وخلاص، ده إعلان عيشك في قلب مصر بكل تفاصيلها، اختيار كلمات تلمسك، مشاهد تحس إنها شبه حياتك بالملي مش مجرد تمثيل في لوكيشن، وواحدة من أهم أسرار القوة دي كانت الأصوات، شباب مليانين بالشغف 100% وطاقة لحد السما، زي محمد محسن ودينا الوديدي وغيرهم كتير، مع تقسيم غناء تبادلي بيخلي الأغنية وكأنها حوار مش مجرد أغنية. ما ينفعش الخلاف بينا يضيع مننا لو في يوم. واحد عايز التاني عشان يسند عليه ويقوم. وعشان كده كوبليه مثلا زي ده كان كابشنز البروفايلات الاخوات والاصحاب لسنين طويله جدا. ملامحك كلها مني يا دوب الاسم متغير. لكن الجزء الاهم كان في الفكره نفسها، هي الاغنيه اصلا بتطرح ايه؟ فكره الاحتياج، اني بحتاج لك وتحتاج لي. طب يا ترى ليه؟ يعني هل عشان احنا مجبورين مثلا، ولا في حاجه اعمق من كده؟ وهنا بيجي واحد من اجمل اجزاء الاغنيه مع الجميل الشاطر احمد ابو يزيد. بتزرع لي رغف عيشي وانا بغزل لك ديابك. تقف دلوقتي على بابي وانا بكره على بابك. واللي ببساطة شرح ليه بنحتاج لبعض وازاي بنكمل بعض. ده غير كمان مشهد اللجان الشعبية اللي رجلنا إحساس وقت ما توحد فيه كل أفراد المجتمع عشان كل واحد يحمي أهله والمنشآت العامة. فالإعلان ده مش مجرد بيقولك إن القوة في الجماعة كده وخلاص، ده بيوصل لك شعور إن الاحتياج لبعض ده يعني عمره ما كان ضعف، بل بالعكس هو سر قوتنا. ويمكن عشان كده الإعلان ده عايش معانا وسايب لنا ذكرى جميلة لحد دلوقتي. متنساش تكتب لي تحت تحب أتكلم عن إعلان إيه الحلقة الجاية.